تعال ابو عبد اللطيف تعال اشرح لنا. هذا يا طول عمر السلامه يسموه انقناء. هذا بعد ما ينتهي موسم العنب. طبعا هذا يتكون عباره عن طين ومع قش يحطونه. فمجرد ما ينتهي موسم العنب يحطونه جوا، هذا يحفظوه لمده 6 شهور. تمام. العنب لا يخرب ولا يصير له اي شيء ولا يتغير لا لونه ولا طعمه ولا شكله. فالحين نكسر واحد ونشوف. تقريبا عدى عليه الحين 4 شهور. عدى عليه 4 شهور؟ 4 شهور من موسم العنب، فلا نكسر حبه ونشوف. طيب كسر لنا واحده يا حلو. يدكو ويجيب حجر. هذا العنب مثل ما انتم شايفينه كانك توك قاطفه منها الشجر. لا والله طريه ما شاء الله، جاهزه طريه ونفس الطعم نفس الشيء. هذا طال عمرك طريقه افغانيه عاد، ابتكار افغاني. ابتكار افغاني، ابتكار شمالي. اي والله. شفتوا يا جماعه الخير؟ الولد يبغى له براءة اختراع على قولة ابو عبد اللطيف. شفتوا كيف يحتفظون بالعنب؟ 5 شهور 6 شهور 7 شهور ما تخرب. طبعا هذا طوب من الطين والقش. هذا كانجينا بالافغاني ايش اسمه؟ كانجينا. أيوه. يسمونه كانجينا. نجرب واحد نشوف. لا والله فعلا زي تمام. هات الكيس يا ولد.